شكون منكم يا جماعه يعرف الشهريه بتاع الامين العام؟ لا سيدي، مش 22 مليون، نحن غالطين. قال راني نخلص 250 دينار. غريبه والله غريبه. الراجل ياخذ في 250 دينار، التو مازال ما اعتصمش، التو مازال ما ضربش. الناس اللي ضربت تخلص ملايين وعملت اضرابات باش تزيدها في الشهريه، والعباسي ياخذ 250 دينار، التو مازال ما اعلنش اضراب. انا ادعو العباسي والزبره نتاعو كامله انهم يدخلوا في اضراب مفتوح متواصل واعتصام متواصل لكي يقع تحسين الرواتب نتاعهم من 250 دينار الى 1000 دينار. معناها عيب عليك يا عباس تضحك على شيباتنا هذوما اليوم تقول نخلص 250 دينار، انت تضرب في الملايين كلها، كي تجي تخلص 250 دينار هذا يزيدك رصيد نضالي كبير لو تدون هذه الحقائق وتنشرها للشعب التونسي ويراها قدامه في تقارير ماليه. اما انت تخفي التقارير الماليه واليدين ملوته تحت الطاوله تلعب وتصرف يمين ويسار ولا على بالك على شيء. الشعب والإطارات الوسطى النقابية في الاتحادات الجهوية والمحلية هي اللي قادت الثورة هذية وليست قيادة الاتحاد، بل قيادة الاتحاد كانت خائنة وكانت في صحفة من عسل وسمن مع بن علي. به نمشيو معاه أكثر من هذه القيادة السابقة اللي موجود فيها تو حسين العباسي تو هذا الأمين العام تاعها. أعطيوني من 87 حتى 2010 ثماش إضراب عام واحد، ما فماش تلويح بإضراب عام واحد، ما صارش. في الثورة بعد الثورة 23 أكتوبر زوز إضرابات عامة، واحد تنفذ والآخر تأجل. واليوم يهددوا بإضراب عام ثالث في ظرف 3 سنوات، فهو رقم قياسي بكل المقاييس نتاع العمل النقابي في العالم. 35 ألف ساعة من الإضراب مدة عامين ونص ولا أقل شوية. والغريب أنه تقرير نتاع اتحاد عام تونس الشغل وما يحكيش على الحوض المنجمي ولو كلمة واحدة. هذه مؤامرة كبيرة وهذا تزيين كبير برشا لسياسة بن علي، وما حبش يكشف سياسة بن علي الإرهابية الإجرامية اللي ارتكبوا نظام بن علي ضد أهلنا في قفص. سوف لن توقفنا لا أحزاب سياسية ولا قيادة الاتحاد ولا أي قوة موجودة في البلاد إن شاء الله ماهيش باش تمنعنا أن باش نواصلوا هنا نضالنا في الداخل ونضالنا في الخارج. نضالنا في الداخل سنتصدى إلى كل أنواع التخريب والإضرابات التي فقدت مضمونها الاجتماعي والمطلبي والإنساني، حتى الإنساني فقدته باش نتصدوا لها، مش على خاطرنا احنا ضد معناها موالين الحكومة، ماناش موالين حتى حكومة. نحن قيادة نقابية في الجبهة هي مستقلة على كل الأحزاب، وسننادي باستقلالية هذه المنظمة وسنناضل من أجل استقلاليتها إلى آخر لحظة.